بعد ما اكتملت القائمة الرسمية لمسلسلات رمضان 2025 جه ميعادنا دلوقتي يا صديقي علشان نعرف قنوات عرض كل مسلسل هيشارك معانا في الموسم. وفي حلقتنا النهارده ان شاء الله هعرفك جميع قنوات عرض مسلسلات رمضان 2025 المؤكدة بنسبة 100%. فاهلا بيك بفيديو جديد هنا على قناة رمضان مشرفنا، معاك اداء فويس اوفر محمد يسري، وعرفتك موضوع حلقتنا النهارده. فاتمنى يا صديقي انك تتابع معايا الفيديو للنهاية، وكمان تنزل تدعم الفيديو بلايك وتشترك في القناة وتفعل زرار التنبيهات علشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا نبدأ حلقتنا ونقول بسم الله توكلنا على الله. وزي ما متعودين طبعا بنبدأ كل حلقاتنا بالصلاة على أشرف الخلق سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. في حلقتنا النهاردة يا صديقي إن شاء الله هعرفك الست قنوات اللي هيقدموا مسلسلات في موسم رمضان 2025، والست قنوات دولت هم اللي هيكونوا مستحوذين على كل مسلسلات الموسم الرمضاني. واول قناه من القنوات ديت هنبتدي بقناه MBC مصر، القناه الابرز والاعظم في كل موسم رمضاني، واللي هتقدم مسلسلات قويه جدا في موسم رمضان 2025. هيكون من اهمها مسلسل المداح الجزء الخامس اسطوره العهد، اللي هيكون من بطوله حماده هلال وهبه مجدي وخالد سرحان وخالد الصاوي وغادة عادل. وكمان هتقدم مسلسل العتاوله الجزء الثاني، اللي هيكون من بطوله الفنان وباسم سمره وطارق لطفي وزينة وهدى الأطربي وأحمد كشكة. وكمان هتقدم مسلسل أشغال شقة الجزء الثاني، اللي هيكون من بطولة هشام ماجد وأسماء جلال ومصطفى غريب ومحمد محمود. وكمان هتقدم مسلسل 80 باكو، اللي هيكون من بطولة الفنانة هدى المفتي. وكمان هتقدم مسلسل نص الشعب اسمه محمد، اللي هيكون من بطولة الفنان عصام عمر وهاجر السراج وميون السيد. وكمان هتقدم مسلسل منتهي الصلاحية، اللي هيكون من بطولة الفنان محمد فراج. وكمان هتقدم مسلسل سيد الناس، اللي هيكون من بطولة الفنان عمرو سعد وخالد الصاوي وإلهام شاهين وريم مصطفى وأحمد زاهر. وكمان هتقدم مسلسل إيش إيش، اللي هيكون من بطولة مي عمر وماجد المصري وإدوارد ودينا وهالة صدقي. وبرضه هتقدم مسلسل لام شمسية، اللي هيكون من بطولة الفنانة أمينة خليل وأحمد السعدني وسراء جبريل. وهي دي بإذن الله هتكون مسلسلات قناة MBC مصر في الماراثون الرمضاني القادم لسنة 2025. تعال نخش على القناه اللي بعد كده معانا، واللي هتكون قناه DMC، اللي برضه هتقدم مسلسلات قويه في الماراثون الرمضاني القادم. هيكون من اهم المسلسلات ديت مسلسل النص، اللي هيكون من بطوله الفنان احمد امين واسماء ابو اليزيد وحاتم صلاح وعبد الرحمن محمد. وكمان مسلسل الكابتن، اللي هيكون من بطوله الفنان اكرم حسني وآية سماحه وسوسن بدر. وكمان هتقدم مسلسل الحب كله، اللي هيكون من بطوله آسر ياسين ومي عز الدين واشرف عبد الباقي. وكمان هتقدم مسلسل الحلنجي، اللي هيكون من بطوله الفنان محمد رجب ومرهان حسين وايتن عامر. وكمان هتقدم مسلسل أسينا، واللي هيكون من بطوله الفنانه ريهام حجاج. ودي يا صديقي مسلسلات قناه DMC في الماراثون الرمضاني القادم لعام 2025. القناه اللي بعد كده معانا، واللي ان شاء الله هتكون قناه واللي برضه هتقدم مسلسلات ضخمه في الماراثون الرمضاني القادم. ابرزها هيكون مسلسل فهد البطل، اللي هيكون من بطولة الفنان أحمد العوضي وصفوة وأحمد ماجد وأحمد عبد العزيز وميرنا نور الدين وعصام السقا. وكمان هتقدم مسلسل وتقابل حبيبة، اللي هيكون من بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز ونيكول سابا وكريم فهمي وخالد سليم. وكمان هتقدم مسلسل جودر الجزء الثاني، اللي هيكون من بطولة الفنان ياسر جلال وياسمين رئيس ونور اللبنانية وأحمد فتحي وأحمد بدير وعبد العزيز مخيون. وكمان هتقدم مسلسل كامل العدد الجزء الثالث، اللي هيكون من بطولة الفنانة دينا الشربيني وشريف سلامة وإسعاد يونس وتميم عبده ومريم الخشت وإنجي المقدم وحسين فهمي. وكمان هتقدم مسلسل شهادة معاملة أطفال، اللي هيكون من بطولة الفنان محمد هنيدي ومحمد ثروت ونهى عابدين ونهى صالح. ودي يا صديقي مسلسلات قناة في الماراثون الرمضاني القادم لعام 2025. تعال نخش على القناة اللي بعد كده معانا، واللي هتكون قناة الحياة، واللي برضو هتقدم مسلسلات جميلة جدا في موسم رمضان 2025. هيكون من ابرزهم مسلسل حكيم باشا، اللي هيكون من بطولة الفنان مصطفى شعبان وصار الصايغ ورياض الخولي وعدد كبار جدا جدا من الفنانين. وكمان هتقدم مسلسل عايشة الدور، اللي هيكون من بطولة الفنانة دنيا سمير غانم ومحمد ثروت. وكمان هتقدم مسلسل الغاوي، واللي هيكون من بطولة الفنان احمد مكي وعائشة بنت احمد وكزبرة وابو يوسف وعدد كبار جدا من
من النجوم. وكمان هتقدم مسلسل شباب امرأة، واللي هيكون من بطولة الفنانة غادة عبد الرازق ومحمود حافظ ومحمد محمود ويوسف عمر وعدد كتير جدا من النجوم. ودي يا صديقي مسلسلات قناة الحياة في موسم رمضان 2025. تعال نخش على القناة اللي بعد كده معانا، واللي هتكون قناة CBC، واللي هتقدم مسلسل جاني في المنام، واللي هيكون من بطولة روبي وكندا علوش ونيلي كريم وجيهان الشماشرجي. وكمان هتقدم مسلسل ولاد شمس، واللي هيكون من بطولة الفنان طه دسوقي واحمد مالك ومحمود حميدة. وكمان هتقدم مسلسل حسبة عمري، واللي هيكون من بطولة الفنانة روجينا وعمرو عبد الجليل وسيد رجب. وكمان هتقدم مسلسل ظلم المصطبة، واللي هيكون من بطولة الفنان اياد نصار وفتحي عبد الوهاب وبسمة وريهام عبد الغفور. وكمان هتقدم مسلسل قهوة المحطة، اللي هيكون من بطولة الفنانة انتصار واحمد غزة وبيومي فؤاد وهالة صدقي وعدد كبار جدا من النجوم والابطال اللي هيشاركوا خلال احداث المسلسل. ودي يا صديقي كانت مسلسلات قناة CBC في موسم رمضان 2025. تعالوا نخش على اخر قناة معانا في حلقتنا النهارده، واللي هتكون قناة النهار، واللي برضو هتقدم مسلسلات قوية جدا في موسم رمضان 2025. هيكون من ابرزها مسلسل قلع الحجر الجزء الثاني، اللي هيكون من بطولة الفنان محمد رياض وسوسن بدر وعبد العزيز مخيون. وكمان هتقدم مسلسل عقبال عندكم، اللي هيكون من بطولة الفنانة ايمي سمير غانم وحسن الرداد ومحمد محمود ومحمد ثروت وعارفة عبد الرسول. وكمان هتقدم مسلسل خانة فاضية، واللي هيكون من بطولة الفنانة صابرين والفنان مراد مكرم. وبرضه هتقدم مسلسل نون النسوة، واللي هيكون من بطولة الفنانة مي الكساب، واللي هترجع وتشارك لأول بطولة مطلقة ليها في الدراما من خلال المسلسل ده. ودي يا صديقي بتكون كل قنوات مسلسلات رمضان 2025 المؤكدة بنسبة 100% إن شاء الله. والقنوات ديت هي اللي هتشارك بالمسلسلات دي في الماراثون الرمضاني القادم، وهيكون ما بينهم تنافس قوي جدا هنشوفه بإذن الله من خلال الأعمال اللي هتتقدم دي، واللي فيها أعمال ضخمة جدا هنشوفها بإذن الله وهنتابعها أول ما يبتدي أول يوم من شهر رمضان لعام 2025. وبس كده يا صديقي أكون وصلت لنهاية فيديو النهارده. أتمنى يا رب لو عجبك التقديم تنزل تدعم الفيديو بلايك وتشترك في القناة وتفعل زرار التنبيهات علشان يوصلك كل جديد. كان معاكم أداء فويس أوفر محمد يسري من قناة رمضان مشرفنا. أشوفك في فيديو جديد إن شاء الله. يلا سلام.